السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا نور العياط. بقدم معاكم الوصفات السهله البسيطه ومن غير اي تكلفه. هنعمل النهارده مع بعض الزلابيه او لقمه القاضي على حسب ما انتي بتسميها، بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير اي تكلفه. هقولك على سر قرمشتها ولونها الذهبي ده، وهنعمل مع بعض السيرم بتاعها وصوص الشوكولاتة اللي هنحطه عليها ونزينه بيها. لو حابة تاكليها بالسكر او بالعسل او بالشوكولاتة هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير وقت ومن غير مجهود. هقولك لو اول مرة برضو تعمليها هقولك ازاي تطلع معاكي مدورة من غير الاشكال الفضائية اللي ساعات بنعملها وبتطلع بيها. هنقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ المقادير. الوصفة: معايا معلقة ممسوحة من الخميرة ومعلقتين من السكر وثلاث معالق نشا ومعلقة صغيرة لبن بودر ونص معلقة ملح ونص ورشة بسيطة أو كيسين فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر وثلاث معالق زيت. وهستخدم كوبايتين ونص دقيق. على كل بقى أقولك على حاجة، على كل ما كوباية دقيق هتحطي معلقة نشا. انا عملت كوبايتين ونص دقيق، حطيت عليهم معلقتين ونص نشا من المعلقة الكبيرة. هعمل بقى السيرم الاول عشان اسيبه يهدى معايا على ما اخلص الزلابية. لكل برضو كوباية دقيق عشان تعمليها وتطلع معاكي زي الحلواني ما بيعملها او اي محل بره، لكل كوباية دقيق هتحط لها كوباية واحدة سكر. يعني انا عملت دلوقتي كوبايتين ونص دقيق، حطيت لهم كوبايتين ونص سكر، وهحط كوباية الا ربع مية واحطها بالراحة. حتى خدتي بالك انا حطيتها بالراحة جدا من الجنب علشان ما تحركليش السكر من مكانه. واول ما خلاص هتبتدي ان هي يغلي هنزل بعصرة ليمونة واحدة. حضر بقى هنا معاكي المكونات: كوبايتين الدقيق، حط كوبايتين ونص دقيق، وكل كوباية دقيق هتحط لها معلقة نشا. تمام. لو حابة تقلبي السيرم او تحلبي العسل في السكر، اللهم صل على النبي، السكر في المية قبل ما تحطيه على النار تدوبيه خالص، تقلبيه خالص. لو عايزة تحطيه من غير ما تقلبيه ومكنش لسه فتحت النار، تقلبيه وتدوبيه قبل ما تفتحي النار عشان يطلع معاكي ناجح زي ما بتجيبه من بره وهو على الحلويات. لو حابه تحطيه ما تقلبوش خالص وولعي النار عليه، مش هياخد معاكي على النار ربع ساعه. وقبل ما نطفي عليه بحوالي 5 دقايق هتحطي عصره الليمون. دلوقتي انا نزلت بالخميره والفانيليا ورشه الملح والبيكنج باودر. هنا كان خلاص اهو بيغلي، والبيكنج باودر وكل المقادير الجافه هقلبها مع بعض كويس. وهسيب لكم برضو المقادير بالتفصيل في الديسكريبشن تحت، ابقوا شوفوها. وهقلب المقادير الجافه مع بعض وهنزل بقى بالسوائل. كوبايه دقيق، كوبايه ميه، قصدي نص كوبايه ميه على حسب الدقيق بتاعك انت. كل دقيق ليه مقدار معين من الميه. انا ممكن استخدم دقيق غير النوع بتاعك، انا استخدمت دقيق المستلزمات عادي، اي مستلزمات لجميع المستلزمات يعني. واحط كده الميه ومعلقتين الزيت واقلبهم كويس مع بعض. وكل ما تحتاج معايا ميه هحط لحد ما اخليها اتقل شويه من خليط الكيكه. يعني هي كده اتقل من خليط الكيكه، وهفضل بقى اقلب فيها جامد كده علشان تتملي هوا. انا عايزه املاها هوا واقلب فيها كتير. تمام. هسيبها بقى تخمر. عندك كيس الستريتش او ما عندكيش حط عادي كيس زي ما انا عملت كده، وهسيبها على جنب من ساعه لساعه ونص. هنا كان خلاص انا قفلت على العسل. حط رشه صغيره جدا من الفانيليا، يعني تديلي تنكه لي طعمه بس. هعمل بقى هنا معاكم صوص الشوكولاته السريع جدا من غير اي تكلفه. احط 3 معالق من الكاكاو، وهحط قدهم سكر، حباه مسكر اكتر زودي حسب ذوقك انتي. وهحط، لقيت الطبق مش هيكفي معايا فحطيته في طبق تاني عشان اعرف اخلطه كويس وما يكتلش معايا. وهحط نص معلقه صغيره من البن او النسكافيه عشان تطعم لي الشوكولاته بس. وهحط لبن بقى او حليب، مش عندك ممكن تعمليه بالميه عادي جدا هيتعمل. وربع كوبايه من الزيت. يعني هحط اللبن او الميه تدريجي وهقلب
كل ما يحتاج اقلب، بس قبل ما الاقيه خف خالص احط بقى ايه الزيت يربطهولي شويه او يربط لي سمكه، وكده خلاص. يعني الشوكولاته، صوص الشوكولاته بتاع الزلابيه او اي صوص شوكولاته حابه تزيني بيه اي حلويات، هتعملي بكاكاو حسب بقى انت مقدارك وكميتك. انا عملت هنا ب3 معالق بس، بكاكاو وسكر ولبن او ميه وزيت وبس كده. حابه تحطي معلقه صغيره لبن بودر براحتك، مش حابه خلاص. هيطلع معاكي بنفس اللون والسم كده. لتزيين اي حاجه، تزيين تورته، كيك، زلابيه زي ما احنا عملنا هنا كانت خلاص خمرت معايا. هحاول بقى افضل اقلب فيها، عايزه ارجعها تاني زي ما كانت، عايزه اخليها الهواء كله يطلع منها عشان لما اعمل الزلابيه تنزل في الزيت ما تفتحش مني. تمام، هخرج منها كل الهواء. حطيت الزيت يسخن كويس، عملت تجربه عليه. لو عندك معلقه معياريه او معلقه مدوره، انا يعني لو تاخدي بالك انا جربت جنبي كذا معلقه لحد ما ظبطت معايا. ممكن كيس تحطي فيه الزلابيه وتقصقصيه باللي مقص زيت، وتقصقصي كده وتنزلي، او في ازازه وتنزلي منه الزلابيه في الزيت. انا حبيت اجرب بالمعلقه دي، لقيتها كويسه معايا كملت بيها. تمام. واللي قبل ما تصفر معاكي او تتحمر جامد طلعيها. طلعتها طبعا على صينيه تبرد، وقعدت نص ساعه الزيت برد، ورجعت سخنته تاني شويه ونزلت تاني بالكميه كلها. يعني انتي هتسويها في الاول نص سوا بس. لو عايزاها متحمصه معاكي من بره تبقى مخرمشه كده وزي ما بنجيبها من بره بالظبط زي طريقه الحلواني، اعمليها زي ما انا بقولك. هتحمريها الاول نص تحميره وتطلعيها على صينيه كده ما يعني كبيره تفرديها عليها. بعد كده هتنزليها تاني في الزيت. بعد كده كده خلاص خدت معايا اللون اللي انا عايزاه. طلعتها بقى من الزيت وحطيتها في المصفى. سامعين صوت القرمشه؟ لو عايزاها تقرمش معاكي كده اعملي نفس الطريقه. هنا العسل، او سيرم الزلابيه تقيل بارد، تقيل بارد. والكل كوبايه دي انت عملتيها كوبايه واحده سكر، وحطيت 1.25 من الميه. اللي هاخد بقى حبه منهم احطهم في عسل، وحبه هعملهم بالسكر، وحبه هعملهم بصوص الشوكولاته السريع الجميل اللي احنا عملناه مع بعض. ما عندكيش العبوه اللي انا حطيت فيها صوص الشوكولاته دي، كيس تلاجة وخرميه واعملي برضو بيه. يعني ما تأزميش نفسك بحاجة معينة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة عجبتكم، جربوها تعجبكم خالص. لكل اللي يعجبه الفيديو بقى يحط لي لايك. هنا خلاص بقى انا عملت اللي بالسكر حطيته على جنب، وهرش بقى قصدي اللي بالعسل حطيته على جنب، واللي بالسكر فرمت حبة سكر عندي في المطحنة برضو. يعني حبيت اعمل 3 اطباق منه بكذا طعم، اللي حابب بالسكر، اللي حابب بالعسل، اللي حابب بالشوكولاتة، اي حاجة. تمام. لو مش متوفر عندك بقى العلبة دي، ممكن تحطي في كيس عادي من بتاع التلاجة وهيطلع معاكي بنفس الشكل واحلى كمان. جربوه بنفس الطريقة، هيطلع معاكم قرمشة، هيطلع معاكم العسل بتاعه او السيرم بتاعها جميل جدا، اكنك شارياها بجد من بره او من اي محل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ونالت اعجابكم. متنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفيني، وتفعلي زر الجرس، وتعملي لي لايك حلو زيك عشان يوصلك كل وصفة جميلة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله.